السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الوصفه النهارده خطيره. هنعمل مع بعض وصفه عيش شامي جباره. عشان انا بحبكم بقى عملت لكم الوصفه القمر ديت. بصراحه الوصفه ديت وصفه امي ووصفه حماتي، ربنا يديهم الصحه يا رب ويطول في عمرهم. معتمدين العيش ده بقالنا سنين. حاجه كده خيال. طري وتحفه، يتعمل سندوتشات. بصوا، ويتاكل كده من غير اي حاجه، من جماله ومن حلاوته. حاجه كده وهم بصراحه. مش عايز اي حاجه جنبه، من جماله ومن حلاوته. موفر جدا، تقدري تعملي لولادك في السندوتشات. مغذي جدا. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل الوصفه القمر ديت ازاي. يلا كده نسمي الله. في طبق عميق وعندي كوبايتين من اللبن الرايب. هتجيبي اللبن وهتسيبيه بره التلاجة من غير ما تغليه. يوم او يومين على حسب حراره الجو. هيروب ويبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. عليه نص كوبايه من السمنه. يا اما لبن قاطع عندك هيبقى حلو قوي برده في الوصفه. وعندي هنا باكت من الخميره الفوريه. بما يعادل معلقه كبيره كده من الخميره الفوريه. وعندي 3 معالق كبار سكر. السكر بيدي للعيش اللون التحفه اللي شفناه مع بعض في اول الفيديو. وكمان بينشط الخميره. وعندي هنا رشه الملح. هقلب بقى كده المواد السائله كلها مع بعض. انا طبعا متاكده من الخميره بتاعتي، عشان كده ما اختبرتهاش. انتي لو مش متاكده من نوع الخميره بتاعتك هتختبريها الاول في شويه ميه دافيه. وعندي السمنه هنا انا مفككاها على النار. لاحظي ما تبقاش سخنه علشان ما تموتش الخميره. وعندي هنا كيلو من الدقيق. دقيق عادي متعدد الاغراض. ونزلت بقى كده بالدقيق دي منخول كويس جدا. نزلت بالدقيق على السوائل اللي خلطناها مع بعض. وهقلب كده بقى بالمعلقه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وطبعا هتشوفي العجينه في ايديكي وملمس العجينه في ايديكي محتاجه دقيق او محتاجه على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا العجينه عندي هنا ما شاء الله تحفه. ما احتاجتش دقيق ولا احتاجت اي حاجه. شايفين العجينه حلوه قوي. اهم حاجه هتعجنيه لحد ما تديكي الشكل اللي انت شايفاه ده. عجينه كده ناعمه. بصوا زي الملبن. هنغطي بقى كده العجينه وهنسيبها في مكان دافي العجينه تختمر. طبعا في الصيف لو العجينه عملتيها في الصيف مش بتاخد وقت، في الشتاء بتاخد وقت اطول. اهم حاجه تغطيها وتسيبيها في مكان دافي لحد ما تخمر وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. وحجمها يتضاعف. شايفين العجينه ما شاء الله تحفه. صينيه بقى كده وعليها رشه دقيق وهنقطعها. حاولي على قد ما تقدري تخلي كور العجين كلها متساويه. وما شاء الله من كيلو بس دقيق عملت كميه حلوه. وانا بوريكم هنا انا بقطعها ازاي. بضغط عليها كده بايدي عشان تديكي شكل الدايره اللي انت شايفاه ده، بتكون ناعمه. هنغطيها بقى كده على الصينيه وهنسيبها في مكان دافي يا دوب كده حوالي 10 دقايق كده ترتاح. وهنبدا كده نفردها مع بعض. رشه دي بقى على الكوانتر اللي انت شغاله عليه وهنفردها. دلوقتي انا جايبه الصينيه اللي هحط عليها العيش بعد ما بفرده. بتفردي عليه كده فوطه وهتبداي بالعجين اللي انت مقطعاه في الاول. وهنفرده بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عملته كده بيضاوي عشان يبقى سهل في السندوتشات. لو حابه تعمليه على شكل دايره بيبقى حلو قوي. لو انت هتستخدميه بقى في السندوتشات بيبقى كده بتعمليه بيضاوي كده بيبقى اسهل. وصفه عيش سهله ولذيذه وبسيطه جدا. وتبقى بالسمك اللي انت شايفاه ده. وبتقلبي بقى كده العيش بعد ما بتفرديه. بتخلي الوش لتحت والظهر لفوق. وهفرد كده معاكم واحده كمان. بيبقى سمكها كده معقول علشان ما تبقاش تخينه قوي وما تبقاش رقيقه قوي. وكده خلصت اول رصه بقى في كده على الصينيه. هاتني كده الفوطه وهنحط الطبقه التانية.
لاحظوا ان انا بحط العجين الوش لتحت. اما اجي اسويه دلوقتي هقلبه تاني وهاخد الوش هيبقى فوق. وكده انا خلصت العجين بعد ما فردته كله. هتغطيه بقى كده فوطه وهتسيبيه يرتاح شويه كمان، يعني حوالي نص ساعه كده، وعلى الفرن بقى وهنسويه. وشايفين شكله قمر. لو انتي ما عندكيش الفرن الغاز هتقدري تسويه في فرن البوتاجاز عادي خالص، بس اهم حاجه الفرن يكون سخن جدا، والصاج تحطيه على اول رف من تحت، والفرن يكون شغال والشوايه مع بعض عشان يديكي اللون التحفه اللي انت شايفاه، ويكون طري كده معاكي ما ينشفش منك. حاجه كده وهم بصراحه. الوصفه النهارده جباره. ما تبخلوش بقى عليا باللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس وناس كتيره تستفاد منه. بجد الوصفه تحفه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، واستنوني في فيديوهات تانية كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.